حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعت وياكم فيديو جديد، روتين جديد، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو يا حبايب قلبي. وهنا طبعا سويت لكم روتين بسيط لطيف، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو وياي. حبيت انه انزل لكم لان صار لي يمكن يومين او ثلاثة ما منزله. ان شاء الله تستمتعون. هنا بنات طبعا رحت للسوق دا اسوق لانه المدارس بدت، فقلت اجيب ايش كم نقص بالبيت لان تعرفون بعد ما نقدر يوميا نطلع لانه امتحانات على تحضيرات واجب. فانا اشتريت همتين للجهال للمدرسة. طبعا بنات واليوم سويت يعني اكل همتين عجبني تبسي اسويه، فهمتين جبت النواقص اللي اريدها. وهنا مثل ما تشوفون طبعا همتين جبت حمص بطحينة، وجبت هاي قواطع سردين، يعني دائما يعني اخليها جوا ايدي دائما، يعني بس اني اكلها، يعني الجهل ما ياكلوها. انتو شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين، ان شاء الله تستمتعون بالفيديوهات اللي دا انزلها. وان شاء الله يا ربي التوفيق والموفقية للطلاب. طبعا الف مبروك لنجاح الطلاب، وحظ اوفر للمكملين والرسوب ان شاء الله. الاشهر الجاية بها النجاح والتفوق. طبعا انا الحمد لله والشكر بنات ثلاثة النجحان. انتو شلونكم؟ شخباركم؟ هنا طبعا بديت احضر لهم الريوق على مود يداومون. طبعا هذا الفيديو دمجته مال يومين الصراحة، مو مال يوم واحد، لان ما لحقت اصور لكم. فهنا أنا سبحت الجهال وسويت لهم ريوق، وهنا بديت انشف شعرهم وراح يروحون للمدرسة. طبعا هاي بالليل نشفت شعرهم، يعني مال اليوم شو اسمه مال اليوم السبت سويت شعرهم لانه قلت يعني لازم نظيف، وقصت لهم همتين برشم. فقلت يعني همتين اسوي لكم فيديو حلو لطيف تستمتعون بيه. طبعا هنا همتين التوم بس يقصون برشم. دائما اقول لهم ما اريد اقص لكم اياه، بس هم يعني يحبون البرشم الصراحه، يعني اكثر من واحد قال لي ليش تقصين برشمهم يعني، بس هن يريدن شو اسوي لهن. وان شاء الله تستمتعون حبايب قلبي وتقضون وقت حلو وياي. طبعا اريد منكم تعليقات، اريد منكم تشجيعات، اريد منكم لايكات على مود ابدي انزل لكم همتين فيديوهات اكثر واكثر. وهنا طبعا ورا ما راحوا الجهال يوم الثاني، قلت لكم يوم الاحد راحوا للدوام، فقلت خلي اخلص الشغلات اللي عندي. وهنا طبعا ورا ويا مدى اغسل الطرمة هم جوي، وكانوا كلش فرحانين لان ناجحين والحمد لله والشكر. يا رب يبقى عندنا بس هاي الاشهر الجاية ان شاء الله، يا رب همتين نجاح وموفقية للجميع اكيد. انتو ايش تسوون ما تسوون؟ طبعا بدا الجو يتغير وان شاء الله روتينات جاية حلوة. كنت متوترة كلش دا انتظر الجهال يجون عمود اشوف النتائج مالتهم، بس الحمد لله والشكر نجاحهم ودرجاتهم زينة الحمد لله والشكر. طبعا هنا جو فرحانين الحمد لله. وانا كنت مسوية طبعا غدا، سويت تبسي وتمن. طبعا احنا نحبه هيك التبسي ويا افخاذه اخليه كلش طعمه يصير طيب. وهذا التمن هماتين، وحضرت الحمص بطحينه. طبعا بنات ما خليت لها شي غير بس خليت لها زيت وش اسمه وعصير ليمون. انا احبها هيك، ناس تخلي بيها لبن، ناس تخلي بيها راشي، بس يعني احنا نحب حسب كل من وطريقته يعني. فهنا مثل ما تشوفون خلصناها وراح نصب الغداء. أنا التبسي نوبات أقليه نوبات ما أقليه. في هالمرة سويته يعني صراحة تطبيق وخليت بيه دجاج، يطلع كلش طعمه طيب. وجهل دائما يعني أسوي لهم إياه. رادوا مرقة عدس، فصراحة ما سويت لهم مرقة عدس، عندي هاي المكونات خل أسوي لهم إياه همتين طيب وهمتين يعني للغداء، وتعرفين وياه خضرة وهالسوالف صار طعمه كلش طيب. وطبعا أهلا وسهلا بالمتابعين الجدد، وأكيد نورتوني، وبوجودكم راح تكبر عائلتي وراح نصير عائلة ثانية إن شاء الله، ومشاهدة ممتعة. وطبعا هنا أبو زينو بدأ يسوي لنا هذا يحضر لنا إياها. ولا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد، لأن إن شاء الله بلا إنه الجو يتغير أريد أسوي لكم روتينات كلش هواية، وإن شاء الله تستمتعون تقضون وقت ويا حبايب قلبي حلو. فهنا مثل ما تشوفون طبعا هذا غدانا اليوم، وكله خير وبركة من رب العالمين. هذا التبسي وهذا طعمه وشكله يخبل، وهاي الحمص بطحينة وهاي الخضرة والزلطة، وهذا كله خير وبركة من رب العالمين. عن هذا يوم الثاني ابو زينوبة جاب لنا ريوق من برا باقي بالدهن وكبة سراي عليها قص، وطبعا ما ننسى المخلمة العراقية. ومع ألف سلامة حبايب قلبي، باي باي.